حتشبسوت هي واحدة من أعظم حكام مصر القديمة، وواحدة من القلائل الذين وصلوا لعرش مصر من النساء. تنتمي إلى الأسرة 18، وبدأت حياتها كأميرة، ثم أصبحت زوجة للملك تحتمس الثاني. بعد وفاته تولت الوصاية على تحتمس الثالث، لكنها سرعان ما أعلنت نفسها فرعوناً بكل الرموز والسلطات، وارتدت اللحية الملكية لتأكيد شرعيتها في الحكم. تميز عهد حتشبسوت بالسلام والازدهار، وازدهرت فيه التجارة والعمارة بشكل غير مسبوق. أشهر إنجازاتها هو معبدها الجنائزي في الدير البحري، الذي يعد من أجمل المعابد في مصر، بتصميمه الفريد المتدرج ونقوشه التي تحكي رحلاتها وإنجازاتها. كما قادت حملة تجارية شهيرة إلى بلاد بونت، وعادت منها ببخور وأخشاب ومعادن ثمينة عززت ثروة مصر وقوتها الاقتصادية. اهتمت حتشبسوت ببناء المعابد والتماثيل والأوباليسكس، وأضافت لمسيرة مصر الحضارية آثاراً خالدة ما زالت تبهر العالم. ورغم محاولة محو اسمها وصورها بعد وفاتها، بقيت آثارها خير شاهد على عظمتها وقدرتها على قيادة دولة قوية بحكمة ورؤية. حتشبسوت ليست مجرد ملكة، بل نموذج لامرأة كسرت القيود، وصنعت لنفسها مكاناً بين أعظم حكام التاريخ.